انا ولا عبد الله اي انجينير في نيورتك. ان شاء الله اكون موجوده في كورس داتا ستراكشر اند الجوريزمز. في الكورس ده ان شاء الله هنفهم الداتا ستراكشر وهنفهم الالجوريزمز، هنبراكتس عليهم بمسائل كتير ان شاء الله، لدرجه اننا في كل بروبلم نقدر بكل سهوله نحدد ايه هي الداتا ستراكشر المناسبه للداتا دي على حسب البروبلم اللي احنا فيها، وكمان ايه هو احسن الجوريزم نقدر نحل بيه البروبلم بحيث ان يكون السولوشن بتاعنا مور افيشنت. فان شاء الله هنبدا بالداتا ستراكشر، هنفهم الداتا ستراكشر ثرو الكورس يعني، وبعدها هنبدا بالالجوريزمز ان شاء الله. طيب الاجنده بتاعتنا النهارده ايه؟ هنبدا بالبيلت ان داتا ستراكشر اللي هي الليست والتابل والست والديكشنري، ونعمل عليهم كومباريزون ان شاء الله. طيب اول حاجه يعني ايه داتا ستراكشر؟ هي داتا ستراكشر هي مش جاست ا كونتينر بنخزن فيه الداتا وخلاص، لا، هي لكل داتا ستراكشر الكاركترستكس بتاعتها وطريقه اورجانيزنج الداتا فيها. يعني هي كل داتا ستراكشر بتورجانيز الداتا بطريقه مختلفه او بتريبريزنت الداتا بتاعتنا بطريقه معينه. فاحنا على حسب البروبلم بتاعتنا او على حسب شكل الداتا وعلى حسب احنا محتاجين نريتريف الداتا بتاعتنا دي ازاي، فاحنا بنختار الداتا ستراكشر اللي هي بتريبريزنت فعلا الداتا زي ما احنا عايزين. فهي الداتا ستراكشر هي بتورجنايز وبتبريزنت الداتا بتاعتنا بالطريقه اللي احنا محتاجينها. فاحنا على حسب شكل الداتا بنختار الداتا ستراكشر اللي فعلا تقدر تورجنايز الداتا او تريبريزنت الداتا لينا بالشكل اللي يساعدنا ان احنا نقدر ناكسس الداتا بتاعتنا او ناخدها بالشكل اللي احنا عايزينه. طيب ايه هي التايبس اوف داتا ستراكشر؟ عندنا اول حاجه في built in data structure وفي user defined data structure. طيب البيلت ان دي بتبقى لكل programming language بيبقى فيه data structures فيه، يعني هي implemented بالميثودز بتاعته بالفانكشنز بتاعتها، فاحنا بنستخدمها as زي مثلا الليست، الديكشنري، التابل، الست. احنا جاست ان احنا بناخد اوبجكت من الداتا ستراكشر دي بنستخدمها على طول، وبنستخدم الفيتشرز بتاعتها دايركت without any implementation. طيب عندنا بقى اليوزر ديفايند دي احنا بنعمل لها implementation بنفسنا، تبقى كاستمايزد على حسب البروبلم بتاعتنا وعلى حسب اليوز كيس. احنا نقدر نغير فيها، نقدر نعمل لها كاستمايزنج اكتر على حسب الابلكيشن بتاعنا. بنقدر نستخدم البيلت ان داتا ستراكشر دي بحيث ان احنا نقدر نimplement اليوزر ديفايند داتا. يعني مثلا الستاك دي احنا ممكن نستخدم تو lists علشان نimplement الستاك and so on. الكيو عندنا التري ممكن نستخدم الليستس علشان نقدر نريبريزنت التري بتاعتنا and so on. اللينكد ليست والجراف كل ده بنقدر نعمل له implementation ونغير فيه على حسب الابلكيشن بتاعنا. خلي يعني اليوزر ديفايند ده هنعمله implementation مع بعض بعدين، فخلينا الاول في البيلت ان داتا ستراكشرز. طيب starting from الليست، اول حاجه يعني ايه ليست؟ الليست بتبقى عباره عن مجموعه من الاوبجكتس او مجموعه من الاليمنتس between square brackets. يعني between علامه الليست هي مجموعه من الاليمنتس في ما بين square brackets و separated by comma. ده اول حاجه بيميز الليست او بيبريزنت الليست بتاعتنا شكلها ازاي. طيب ايه الفيتشرز بتاعت الليست؟ اول حاجه الليست بتقدر بتشيل يعني different data types of elements. يعني انا ممكن احط فيها integer, string, boolean, float, another string, another list. يعني ممكن تكون list of list، ممكن يكون فيها one element عبارة عن list، one element عبارة عن table، عبارة عن dictionary. any type of data، any type of element ممكن احطه جوه الليست. طيب ايه مميزات الليست كمان؟ الليست عبارة عن ordered collection of elements. يعني ايه ordered دي معناها ان الاليمنتس اللي انا بحطها بتبقى بالترتيب. يعني انا بحط الاليمنتس بتبقى كل element واخد اندكس معين. طيب هي طالما ordered يبقى انا كده كل اندكس في الليست اقدر اكسسه والاندكس اللي هو فيه. بمعنى انا دلوقتي عندي 5 numbers في الليست بتاعتي وهم ordered وكل واحد فيهم موجود في مكان، فانا بكل سهوله هقدر اوصل للاليمنت using الاندكس ليه. يعني اسمها ايه؟ access with indexing. فدلوقتي عندي 5 numbers من 0 لغايه 5، اقدر اكسس اي element فيهم. زي مثلا انا دلوقتي عايزه اكسس الواحد، فانا هقول numbers of 0
او في اندكس 0. هي باي ذا واي الليست بتبقى 0 اندكسنج يعني ايه، بادئه من الزيرو وانكريمنتد باي 1. طب انا لو عايزه اكسس الاليمنت اللي هو موجود في اندكس 2 مثلا، انا هنا عايزه اكسس 3، ال 3 دي موجوده في اندكس 2، فانا لما اقول له نمبرز وفي ال 2 هيبقى الاوتبوت في الكيس دي 3. طيب كمان عندي كونسبت اسمه النيجاتيف اندكسنج في ليست، بمعنى انا دلوقتي عايزه اوصل لاخر element في الاري، بس عايزه اوصل لاخر element وانا مش عارفه اصلا هي الليست دي طولها قد ايه، جاست ان انا بقول يعني numbers of -1 دي بيوصلني لاخر element بغض النظر عن طولها قد ايه. طب لما اقول له -2 هيبقى الاليمنت قبل الاخير يعني. طب element يعني numbers of -3 اللي هو تالت element بس من الاخر، تمام. فكونسبت النيجاتيف اندكسنج انا بوصل للاندسيس بتاعتي بس من الاخر، بمعنى -1 ده معنى ان انا عايز اخر element يعني اول element من الاخر. طيب في الكيس دي الاوتبوت هيبقى في 50. طيب انا دلوقتي عايزه اوصل ل الاليمنت الثالث من الاخر، ده -1 ده -2 ده -3 يبقى 30 هي الثيرد element من الاخر، تمام. طيب الاندكس اللي انا او الاكسس اللي انا اقدر اكسسه في الليست بتاعتي اهم حاجه يكون وزن اللينس بتاع النمبرز. دلوقتي مثلا هي اللينس بتاعها 5، تمام، وهي starting from الزيرو، فانا ما ينفعش اوصل لإليمنت اوت اوف ذا رينج، بمعنى انا دلوقتي هم كلهم 5، فاذا المسموح ليا ان انا اكسس starting from الزيرو لغايه الاربعه. طب اي إليمنت غير كده هيريز معايا exception error ويقول لي index error ليه؟ علشان انا حاولت ان انا access element مش موجود اصلا في الليست، تمام. طيب عندنا characteristics تانية في الليست اسمها السلايسنج يعني ايه؟ يعني انا بحاول سلايس الليست بتاعتي واخد منها رينج بس. طيب اوصل ازاي او اعمل الحته دي ازاي؟ اول حاجه انا عندي مثلا اوريجينال ليست دي انا عايزه اخد منها سيكونس او باتش كده من الداتا. اول حاجه انا بقول له الستارت اندكس، والاند اندكس ده هو اللي هو انا بقف قبليه، يعني لو ده مثلا 1 الستارت اندكس ده 1 واند اندكس 5، فده معناه ان انا هاخد الاليمنتس 1 و2 و3 و4 بس، يعني انا بقف قبل الاندكس ده ب1، يعني من اول الستارت لغايه قبل الاند اندكس ده. طيب انا لو اديت له 2 بارامترز دول بس، يعني الستارت اندكس وكولون والاند اندكس، هاخد السيكونس ده بس سيكونشلي كده، يعني مثلا مش هسيب حاجه في النص، هاخدهم كلهم جنب بعض. طيب لو انا عايزه اخد الاليمنتس دي بس ايه، اللي هو عايزه مثلا 1 عندي 1 و3 و5 مثلا، يعني عايزه اخد واحد واسيب واحد، هقول له الستبس اعمل لي ستبس ب2، هي باي ديفولت بتبقى الستبس دي بتبقى ب1، تمام. طيب هنشوف سامبل دلوقتي. عندي هنا احنا قلنا الستارت اندكس، الاند اندكس ده بناخد السلايسنج ستوب جاست بيفور ذس اندكس، يعني انا قلت له 5 هقف عند اندكس 4، تمام، والستبس بتبقى باي ديفولت ب1. طب خلينا نشوف سامبل كده. دلوقتي عندي ليست فيها ارقام من 0 لغايه 9. اول حاجه دول 10 ارقام الاندكسنج بتاعهم من 0 ل 9. طب انا لو قلت له عايز اخد سبست من النمبرز بتاعتك دي starting from الاثنين لغايه الخمسة، فده معناه ايه؟ ان انا هاخد الاثنين والثلاثه والاربعه، يعني الاندكسيز الاليمنتس اللي موجوده عند اندكس 2 واندكس 3 واندكس 4 بس، اما اندكس 5 لا. فده معناه 0 1 2 هاخد 2 و3 و4، يبقى انا كده هاخد معايا 2 و3 و4 بس، اما الخمسه لا مش هاخده معايا، تمام. طيب انا ممكن لو انا هبدا من الزيرو، لو انا عارفه ان انا هبدا من الزيرو مش لازم، يعني هو باي ديفولت ده بيبقى زيرو، لو ما اديتلوش فاليو بيبقى الستارت بتاعه زيرو، تمام. طيب انا هنا لو قلت له كده from البيجيننج كده ما اديتلوش حاجه، ده معناه انه زيرو لغايه الستة، فده معناه ايه؟ انه هيبدا من اول الزيرو وهيقف قبل الستة دايركت. خلينا نشوف هنا. اول حاجه ده الاندكس 6، فده معنى ان انا هاخد من اول الزيرو لغايه الخمسة،
تمام. الاوتبوت المفروض بتاع دي هتبقى من 0 ل5. طب انا لو قلت له من 5 للاخر هيبقى starting from index 5 نفسه هيديني لغايه الاخر، يعني من اول 5 دي لغايه النهايه. تمام. طيب عندي مثلا لو انا عايزه اخد الارقام كلها بس يعني اخد واحد واسيب واحد، بمعنى انا دلوقتي قلت له من اول الاندكس 1 لغايه الاندكس 9 بس هسيب element في النص، فده معناه ان انا هاخد الواحد والتلاتة والخمسة والسبعة. هل هاخد التسعة ولا لا؟ لا، مش هاخد التسعة، علشان انا المفروض هقف قبل التسعة دي، يعني انا ببدأ من اول الواحد لغايه قبل التسعة دايركت، يبقى كده التسعة نفسها مش معايا. فالاليمنتس اللي هتبقى معايا كام؟ 1 و3 و5 و7. طيب احنا قلنا حوار الماينس 1 ده اكني بمشي من الاخر، فانا لو اديت له اول حاجه اديت له هنا فاضي وده فاضي، فده معناه انه من اول الاري لاخرها. تمام، من الاول للاخر. طيب الستبس اديت له ماينس 1، فده معناه ان انا هجيب الليست من الاول للاخر بس بالمعكوس، فده معناه ان انا هجيب الاليمنتس من الاخر للاول. تمام، يعني اول حاجه فاضي وفاضي دي معناها ان الليست من اولها لاخرها. طب الستبس بقت بماينس 1، الستبس دي اكني بقول له هات من الاول للاخر بس بالمعكوس، يعني من الاخر للاول. تمام، ففي الحاله دي هيبرنت معايا الارقام كلها، الليست كلها بس من الاخر للاول. تمام ماشي. انا دلوقتي مثلا عايزه اجيب سيجمنت، يعني مثلا ايه، عايزه اخد الارقام من التمانية مثلا لغايه الاتنين. هقول له الاتنين دي بالنسبه لي هي ماينس 2، يعني هنا ماينس 1 دي ماينس 2 ماينس 3 ماينس 4 ماينس 5 ماينس 6 ماينس 7 and so on. فانا قلت له مثلا من ماينس 2 اللي هي التمانية لغايه ماينس 4 اللي هي الستة، اكني بقول له ابدا من اول التمانية وامشي كده لغايه قبل الستة دايركت، علشان انا بديت له النيجاتيف اندكس هيبدا منه، والنيجاتيف اندكس التاني هيبدا منه. يعني ده هنا اللي هي التمانية دي ماينس 2 اللي هي التمانية ماينس 4 اللي هي الستة، فده معناه ان انا همشي من اول التمانية لغايه الستة، واديت له الستبس بتاعتك ماينس 1، يعني ايه ريفرس اوردر. تمام ماشي. الليست فانكشنز، ايه الفانكشنز اللي موجوده في الليست عندي؟ دي بيلت ان فانكشنز عاديه جدا. عندنا اللين بيجيب لينس الليست بتاعتي، ده هنا مثلا 5 نمبرز. عندنا الماكسيموم، عندنا المينيموم، عندنا السم بيجيب لي السميشن بتاع الارقام كلها، يعني هنا مثلا هيبقوا 15 مجموع الارقام. عندي السورتد ده بياخد another object من الليست دي بس تكون sorted، بس هو مش بيعمل، يعني مثلا دلوقتي عندي النمبرز دي فيها الارقام 5 2 8 1 3، بقول له sorted number بتساوي sorted of النمبر. فدلوقتي النمبرز دي هي مش هتترتب، هتفضل زي ما هي unsorted، بس الاوبجكت اللي احنا اخدناه بالفانكشن اللي هي sorted هيبقى sorted. بمعنى ان دلوقتي بعد ما عملت الخطوه دي والخطوه دي السورتد نمبر المفروض انها تكون سورتد علشان واخده الارقام سورتد، اما النمبر بس لا، هي لسه زي ما هي. تمام. طيب عندنا ايه تاني في الفانكشنز؟ عندنا فانكشن append. الابند دي بتضيف another element للليست، يعني الليست مثلا هنا كانت بلينس 2 elements بس، اللينس ليها 2، حطيت another element هيضاف في الاخر، واللينس الليست هيزيد 1 من غير اي iteration او اي حاجه. طيب extend، ما معنى function extend ده معناه ان انا بضيف another list على الليست بتاعتي. تمام. معنى مثلا دلوقتي عندي list اسمها fruit فيها 2 elements و another list فيها 2 elements تانية، فلما اقول له ان الليست الاولى دوت extend الليست التانية اكني بضيف يعني بconcatenate التو lists مع بعض. تقريبا function concatenate هي function extend دي بتاخد نفس الطيب، يعني انا دلوقتي بعمل extend one list بعمل لها extend بليست من نفس النوع، يعني هي list extend extend بanother list. طيب عندي function insert. الانسرت ديت احنا قلنا الابند، يعني لو قلنا ان الابند جاست انها بتابند في الاخر، يعني انا لو بضيف عندي هنا ابل وبنانا، لو ضفت الاورنج هيتضاف في الاخر، يعني هيبقى ابل بنانا اورنج هيتضاف هنا. طيب وليكن انا عايزه اضيف الاورنج دي، عايزه اخليها تكون في الاندكس 1، يعني عايزه اخليها ابل
وبعد كده اورنج وبعد كده بنانا. فانا في الحاله دي مش هعمل ابند، لا ده انا هعمل انسيرت، هعمل انسيرت في المكان ده. فهديله فانكشن انسيرت واقول له انا عايزه احط في الاندكس 1 حط لي اورنج. يعني لو دي غيرناها بقت فروت دوت انسيرت واديت له اندكس 1 واديت له اورنج، هتبقى الاورنج دي هتضاف في النص. تمام. على سبيل المثال الفانكشن انسيرت هنا انا عندي الارقام 1 و2 3 و5. فالاندسيس دي كام؟ الاندسيس بتاعتهم ده في اندكس 0 ده في اندكس 1 ده في اندكس 2. فانا بقول له انا عايزه اضيف في اندكس 3 اللي هو هنا اللي هو المفروض مكان ال5 اضيف كام؟ فاليو 4. يعني انا بديله الاندكس والفاليو، فهينسرت في الاندكس 3 ده هينسرت فيه الفاليو 4. فلما يتنسرت هنا الفاليو 4 ال5 دي هتتشفت وال4 تتحط مكانها بالشكل ده. تمام ماشي. عندي فانكشن ريموف انا بديله فاليو. الانسيرت لو نفتكر ان الانسيرت كان بينسيرت اندكس، يعني كنت بديله الاندكس والفاليو. طيب ريموف لا، انا بديله القيمه اللي انا عايزه ريموفها وهو بيروح يريموف. طيب دلوقتي عندي الليسته بتاعتي فيها ابل بنانا اورنج. طب انا دلوقتي عملت ريموف لبنانا، راح عمل لي ريموف لدي وفضل ابل واورنج. طب انا لو كان عندي هنا بنانا وكان عندي هنا another بنانا، يعني لو كان عندي اكتر من نفس الفاليو في الليست، فالريموف بتعمل ايه؟ الريموف بتريموف اول occurrence للفاليو دي في الليست. بمعنى ان لو كلمه بنانا دي كانت متكرره مثلا في اندكس 0 هنا مثلا، وكانت موجوده متكرره في اندكس 2 وكانت متكرره تاني كتير، هيعمل ايه لما اقول له ريموف البنانا؟ هيريموف اول واحده يقابلها وخلاص على كده. يعني لو كان عندي 3 من نفس الفاليو هيروح يريموف اول واحده شافها قدامه وخلاص على كده. تمام. طيب البوب بتعمل ايه؟ البوب بيعمل بوب من الاندكس. يعني خلينا هنا نركز، الريموف بديله فاليو علشان يعمل لها ريموف، اما البوب لو قلت له بوب بس وسكت هيعمل لي بوب الاخر اليمنت عندي في الاري. بمعنى انا هنا في الليست دي لو قلت له بوب وبس، قلت له بوب ما كملتش، هيعمل بوب لكلمه اورنج. طب انا لو قلت له اعمل لي بوب من عند اندكس 1، هيعمل في الحاله دي هيبوب البنانا ويسيب الابل والاورنج. تمام. ففي الكيس دي لما قلت له اعمل لي بوب من عند اندكس 1 عمل بوب للبنانا وساب الابل والاورنج في الليست زي ما هم. تمام. فعندنا البوب بتاخد اندكس والريموف بتاخد الفاليو نفسها. عندنا الفانكشن كاونت. الكاونت دي بترجع لي عدد الاكرنس او الفريكونسي بتاع الرقم ده في الليست. بمعنى كان عندي هنا الاثنين اتكررت كم مره؟ 1 2 3 4. فانا بقول له الاسم الليست دوت كاونت الفاليو، فبقول له شوف لي الفاليو دي اتكررت كم مره. فكان عندي الفاليو 2 كانت اتكررت 4 مرات. تمام. هنا عندي الاندكس دي بيجيب لي، يعني مثلا دلوقتي بقول له fruit دوت اندكس اوف الاورنج، بقول له شوف لي الاورنج دي موجوده في اندكس كام، لقاها في اندكس 2. هي الاندكس دي شبه بالظبط الفايند في السترينج. يعني انا مثلا كان عندي سترينج وعايز اعرف الفاليو معينه موجوده عند انهي اندكس، فبقول له دوت فايند. يعني السترينج، يعني مثلا في السترينج بتقول دوت فايند، اما في الليست بنقول دوت اندكس. تمام. نكتفي بهذا القدر في الفيديو ده.